اهلا بيكم في وركشوب جديدة في 3D Max. يلا بينا. المرة اللي فاتت كنا اخدنا شكل واحد او اوبجكت واحد بكذا سايز. يعني انا لو عايز مثلا هيمسح ده، كنا قايلين ان انا مثلا لو عايز اعمل بوكس، تمام، بروح اظبط السايز بتاعه من هنا من الموديفاير ليست من اللينس رايتس الهاي. بعد كده لو عايزه اعمل شيب تاني ببدأ ان انا اوكي. لو عايز اعمل شيب تاني بنفس المقاس ببتدي بقى او مقاس تاني مختلف قصدي. بنبدأ نعمل شيب كده وبنبدأ نظبط في البارامترز عندي. تمام. طيب انا لو عندي شيب واحد او اوبجكت واحد، تمام، وعايز اكرر منه كذا حاجة، تمام، اعمل كوبي منه لكذا حاجة. طيب هل كل مرة لازم ان انا اجيب الاوبجكت وابتدي اروح ادرو بوكس جديد واعمل مقاسات جديدة وابتدي استخدم البارامترز بتاعتي لا. تمام. في اوردر عندي هنا اسمه كوبي. تمام. بيبقى ازاي؟ بيبقى انا خلاص انا عامل سيلكت على الاوبجكت بتاعي اهوت. تمام. بضغط بكليك شيفت. انا ضغط شيفت اهوت، وبعد كده هسحب من الاكس من الاكس بتاعي. ظهر عندي تاب كده مكتوب عليها ايه؟ كلون اوبشنز. تمام. بيبقى فيها 3 حاجات: كوبي، انستنس، ريفرنس. ال3 حاجات مختلفين عن بعض. احنا دايما بنختار ايه، او بيبقى اللي بنختاره في شغلنا ايه؟ هو الكوبي والانستنس. الكوبي اللي هو بيقول لك انا هنسخ لك، اوكي، انا مثلا خلاص انا هختار كوبي. تمام. طيب هو هنا number of كوبيز، بيقول لك هنا عدد الاوبجكتس اللي انت عايزها من الكوبيز بتاعتك. يعني انت عايز الاوبجكت ده يكون في منه كذا كوبي، 1 2 3. انت بتحدد النمبرز بتاعتها وبتختار برضو النيم لو انت عايز تغير النيم برضو، وبتضغط تكليك اوكي. تمام. طيب بنختار كوبي. احنا اخترنا اوبجكت واحد بس، نعمل كوبي واحدة بس من الاوبجكت. تمام. احنا هنا قلنا الكوبي. تمام. هياخد نفس الاوبجكت السايز بتاعه، بس مش هياخد الخصائص بتاعته. يعني الاوبجكت دوت انا لو حاطط عليه ماتيريال فيما بعد، يعني واخد ماتيريال معينة، هو هيديك نفس الاوبجكت بنفس الماتيريال بكل حاجة. بس انا لو جيت غيرت في الاوبجكت الاصلي، الكوبي اللي انا واخداها من الاوبجكت الاصلي عندي مش هتتغير فيه. هنا عندي البوكس بتاعي اهوت. تمام. معلش عشان كان الفايل علق. هنا لو عندي البوكس بتاعي اهوت، تمام، وجيت اخدت عملت عملت شيفت، سوري. لو عملت هنا شيفت، تمام، وسحبت البوكس بتاعي وسبت الشيفت، تظهر عندي تاب، هختار كوبي وبعد كده اوكي. تمام. دي كده خلاص الكوبي هي اللي احنا واخدينها. تمام. وده الاوبجكت الاصلي بتاعي. لو انا هنا قعدت اغير في اللينس والوايتس بتاعي والهايت بتاعي اهوت، هنا مفيش اي حاجة بتتغير في الاوبجكت الاصلي. تمام. كذلك برضو الاوبجكت الاصلي بتاعي لو انا جيت عدلت فيه اي حاجة، الكوبي بتاعته مش هيحصل فيها اي حاجة. تمام. طيب انا بقى هنديليت ده الاوريجينال بتاعي اهوت. لو انا جيت عملت شيفت وسحبت بالماوس وضغطت انستنس كده، اي تعديل في اللي هو الاوبجكت الاصلي هيظهر على الاوبجكت التاني. شايفين اللي هو هنا اهوت في العرض والارتفاع هياخد نفس الخصائص بتاعته بالظبط. والماتيريال برضو لما انا هاجي اعدل اي ماتيريال على الاوبجكت بتاعي الاصلي هتتعدل على الكوبيز بتاعتي. تمام. ايا كان بقى عدد الكوبيز بتاعتي هي هتتغير عليها. طيب في حاجة بقى تالتة هي مش مهمة، ما مش بنستخدمها خالص. يعني انا تقريبا بقالي سنين كتير جدا بستخدم الماكس، انا ما استخدمتش حاجة تانية غير الكوبي والانستنس.
الريفرنس ده بيكون ايه؟ طيب هنجرب كده ناخد كذا كذا نسخة، ناخد كذا كوبي كده من الاوبجكت بتاعي الاصلي. بدل مثلا ما هيبقى 1 هنختار 3 6. تمام، شايفين؟ اوكي، ده لو انستنس. طيب احنا عايزين في الاوبجكت الاصلي هنبدأ نعدل، هتلاقيهم كلهم بيتعدلوا. طيب انا لو عندي اوبجكت مثلا وعايز خلاص هما دلوقتي كلهم بياخدوا ده الاوبجكت بتاعي الاصلي بتاعي ده اللي هم بياخدوا كلهم نفس الخصائص. طب انا لو عايز بعد ما ظبطت كده اوبجكت منهم مش عايز اخليه يحصل عليه نفس التعديلات، تمام؟ هروح اعمل ايه؟ هروح اقف عليه واختار بوكس الموديفاير ليست. في حاجة كده مكتوبة هنا اسمها make unique، تمام؟ هنضغط عليها كده الاوبجكت بتاعي ده بره التعديلات. لو انا جيت وقفت هنا وقعدت اعدل هلاقي ايه؟ هلاقي ان الاوبجكت كلها بتتعدل، تمام، ما عدا اللي انا عملت له make unique، تمام. طيب لو رحت وقفت عليه هنا تاني هلاقي اللي هي ايه؟ الحته هنا دي خلاص ما ينفعش ارجعها، تمام. ده تقريبا كل حاجة خاصة بالكوبي. فدايما خليك عارف انه احنا بنحتاج بس في الكلون كوبي، تمام. خلينا نشوف التاب. احنا دايما بنحتاج الكوبي، تمام. لو انا عايز انسخ الاوبجكت، تمام، بنفس السايز بتاعه وبعد كده ابتدي اعدل عليه، او لو انا عايز انسخ كذا اوبجكت بس ياخدوا كل التعديلات اللي انا بعملها على الاوبجكت الاصلي، تمام. بس ان الريفرنس بقى ده بيكون اني انا هو شبيه للانستنس، بس بيكون ان انا ببقى حاطط مثلا البوكس هنا في السيجمنتس بتاعته مثلا حاجات كتير هنا كده. خلينا نبين الشكل، تمام. اللي هو بعمل ايه؟ ان انا مثلا لما بحط سيجمنتس وخلينا نعمل مثلا امر بند، تمام، جيت غيرت الانجل هلاقي ان الاوبجكت كلها بتتحرك وبيتعمل عليها نفس الامر اللي انا عملته. طيب هنا في الاوبشن او الاوبشن بتاع الريفرنس ده اكتر ليه؟ هنا انا لو عملت خلاص امر البند بيتفعل كله على الاوبجكت. طيب المختلف هنا ايه بقى في الريفرنس؟ انا مثلا عملت امر او اديت اوردر للبوكس ان هو في حاجه اسمها بند. لو انا جيت اخترت امر تاني، كل دي هنبقى نشوفها بعدين، مثلا نعمل تويست، تمام. جيت مثلا على الريفرنس ده وابتديت اول اوبجكت ده، يعني ممكن ان انا احط كذا اوردر على كذا اوبجكت. انا هنا حطيت التويست، هيختلف بقى هنا ايه؟ لو انا جيت حطيت امر تويست ده تحت بند هتلاقي ايه؟ الشكل بتاعي اختلف. طيب انا لو جيت هنا عندي في الاوبجكت بتاعي ما حطيتش البند، ما حطيتش عندي التويست. لو انا جيت هنا عندي في الاوبجكت بتاعي علشان انا وقفت التفعيل عليه وعملت له ميك يونيك، تمام، ابتدى ان هو اخد بس معاهم اوردر البند، تمام، بس ما اخدش التويست معاهم، تمام. لو انا جيت اعدل في البند مش هلاقيه بيتحرك خلاص. ليه؟ لان انا طلعته من الاوردر ده. هي بس ميزه الريفرنس ان انا مثلا لو انا عملت بند مثلا تحت التويست او التويست فوق البند كده، الاوبجكتس كلها بتاخد نفس الحاجه. هي قريبه جدا بس تفاصيلها ادق شويه. طيب برضو من الكيبورد ممكن تضغط كنترول في ثانية. خلينا يبقى عندنا اوبجكت الاول، شيل الحاجات دي. لو ضغط على كليك في سوري كنترول في هيطلع لي الكلون ده. بس انا بالنسبه لي الاسهل ليك ايه؟ ان انت تضغط
كليك شيفت، تمام، وتدراج كده بالماوس، هيظهر عندك التاب دي، وتختار اللي انت عايزه، يا كوبي يا انستنس. تمام كده. خليك دايما في الاختصارات او الحاجات اللي بتبقى في الكيبورد، عشان تقريبا شغلك كله في الماكس بيبقى على الكيبورد. في بروجرامز تانية في الكورسات التانية اللي احنا بنشرح فيها بيبقى في حاجات معتمدة اكتر على مثلا بار بنكتب منه من الكيبورد. راينو مثلا بنكتب منه الاوردرز كلها في تاب فوق كده، بنكتب منها اللي احنا عايزينه. في مثلا حاجة زي السكتشوب اصلا يعني كل حاجة معتمدة هنا على الكيبورد، معظمه بنسبة 80 او 90% على الكيبورد. بس الاوردرز بتاعته مختلفة شوية، مش نفس الحاجات. يعني لما تيجي تحرك الاوبجكت مش زي ما انت بتحركه في الماكس. تمام. ندخل على ايه تاني؟ عندي هنا في التاب دي، عشان نكون برضو بنخلص معظم التاب دي، عندي هنا ده الاندو والدو. تمام. احنا كنا قايلين لو انا عايزه اعمل، انا مثلا عملت حاجه زي كده هنا اهي، عايزه اعمل ارجع خطوه ورا، هقوم عامله ايه؟ عامله كنترول زد. تمام. طب انا عايزه ارجع خطوتي تاني، اعمل كنترول واي. اعتقد دي موجوده في كل البروجرامز في الفوتوشوب اصلا وفي الكاد، فدي مش حاجه جديده يعني. بس بدل ما انا اروح اهو الايكونز موجوده، لا، بدل ما انا اروح تمام واروح اختار من الايكون فوق، انا اكشلي انا عندي الاختصار بتاعي كنترول زد. عايزه ارجع الاوردر ده تاني، كنترول واي. تمام كده. انا لو عملت كذا حاجه، مشيت كذا خطوه ورحت جبت الاوبجكت بتاعي كده والاوبجكت بتاعي كده مثلا، تمام، وعملت تفاصيل كتير قوي، وبعد ما عملت الحاجات دي عايزه ارجع تاني للستيب اللي انا كنت واقف عندها. تمام. يعني انا عملت مثلا قول اتحركت مثلا 20 مرة. تمام. انا عايزه ارجع ال20 مرة دي. ينفع ارجعهم؟ تمام. بس حاول ما تعود نفسك ان انت لما تيجي تاخد اي ستيب في الماكس تفكر قوي قبل ما تعملها. ليه؟ انا عندي دلوقتي برضو زي ما بقول تقريبا كل مرة، ان الفايل بتاعي لسه صغير، تمام، لسه خفيف جدا، ما فيهوش اي حاجه. لو انا ضغطت 7 هنلاقي حاجات مهوله. انا لو فتحت لكم فايل دلوقتي في حاجات كده بال40 مليون و44 مليون بوليجون، ف لسه هنا الفايل خفيف. تمام. فكل ما هتبدا ترجع الماكس عدو الرجوع في الخطوات. تمام. فهتفضل انا هضغط اهو كنترول زد كنترول زد كنترول زد، تمام، هيرجع معايا. لسه الحاجات بسيطه جدا، هيرجع معايا. هتلاقيه انا بضغط كنترول زد دلوقتي مش بيرجع، انا عماله بضغط اهو مش بيرجع. ليه بقى؟ هنا في الماكس انت ممكن تحدد عدد المرات اللي ترجع فيها. منين؟ من كاستمايز. تمام. ندخل على بريفرنس، هلاقي عندي هنا السين اندو. في الليفلز انا عندي هنا عاملاها كام؟ 20. اكتر من كده صدقني لو عودت نفسك ان انت تاخد خطوات وتفضل ترجع فيها، ده مش الكاد. الاوردرز بتبقى بسيطه وخفيفه. ان هنا هيبقى فيه بلوكس كتير. الماكس لما بتضغط دايما اندو كذا مره كنترول زد كتير، كنترول زد كتير، بتلاقي الفايل وقف. تمام. وهنك كده، واللي هو يعني لان في مشاكل كتير بتحصل فيما بعد. فعود نفسك ان يعني كمان انا حتى كمان مش بعتمد، حتى انا ممكن اخليها 10. ليه بقى؟ انت ممكن تزود تخليها 30. ده بيحمل على الرام عندك، وفي الذاكره بتاعه الرام بتاعتها بتبدا تشيل، فيبدا ان انا بملى الرام بحاجات ملهاش لازمه خالص، وانت محتاج اصلا الميموري دي. فبدل ما انا احمل على الكارت الشاشه في انه لانه هو بيحفظ لي كل الخطوات دي، فانا كل ما بقلل اللود على كارت الشاشه. من الحاجات اللي انت لازم تبقى معود نفسك ومن الاول ابتديت ان انت تشتغل ال 3D عموما او بروجرام في الديزاين، عود نفسك انك تفهم البروجرام دي بتبقى معتمدة على ايه. كارت الشاشة، تفهم كارت الشاشة اللي عندك ده ايه، لان دي حاجة من الحاجات اللي انا وقعت فيها. انا ما كنتش فاهمة الاول، بحمل كده على البروجرام اللي انا كنت شغالة عليه. في الاخر اكتشفت ان الجهاز بتاعي
كان ميت، افهم الاول امكانيات جهازك ايه علشان على اساسه تبدأ تشتغل. تمام. طيب احنا خلاص عرفنا ان احنا من هنا بنبقى محددين عدد المرات اللي بنرجع فيها في الشكل. ايه الشكل المقرف ده؟ نمسح بقى العك اللي احنا عملناه ده. ما تنساش اهم حاجة انك انت دايما وانت شغال على البروجكت بتاعي، انا تقريبا كل سيشن هقولها، وانت شغال على البروجكت بتاعك لازم كنترول اس، كنترول اس، كنترول اس. عود نفسك من دلوقتي، حتى لو انت بتشتغل في فايل بسيط، انت بتعود الذاكرة بتاعتك ان دي حاجة اساسية في شغلك. حاجة من الحاجات اللي انا وقعت فيها وكنت دايما بقع فيها ومش باخد بالي منها وكانت بتتقلي بصراحة، يعني انا ما كنتش بعمل كنترول سيف او كنترول اس، ان انا سيف البروجكت بتاعي خطوة خطوة. انا ما بحبش الاوتو سيف. انا مش عارفة اتكلمت عنها بصراحة ولا لا. ان اعتقد اتكلمنا عنها الكستمايز بريفرنس الفايل. انا هنا عندي في الاوتو باك او الباك اب بتاعي انا عاملاها enable. تمام، شايله الانيبل يعني. بصراحه المفروض النمبر اوف اوتو باك فايلز بيقول لك ان هو كل 3 دقايق، انا كنت عاملاها كل 3 دقايق. انا بيبقى بالنسبه لي صعب بصراحه ان انا الفايل فيه يقف، لان انا بشتغل على بروجكتس كبيره بمساحات كبيره جدا، فبيخليني ان انا الموضوع بيبقى ممل جدا، فبيبقى بالنسبه لي اسهل ان انا اعمل كنترول اس، اسهل من ان انا اعمل الاوتو باك. بس انت بالنسبه لك علشان لسه مش متعود، ممكن تعود نفسك دلوقتي ودماغك على الاوتو باك وتستنى. بس انا الفايلات بتاعتي بتبقى كبيره بصراحه، فما بعرفش استنى. فممكن تعلم بقى على المارك دي وتعمل اوكي، هيبدأ يشتغل عندك ان هو هتلاقي الفايل بيتسيف لوحده من غير في الباك اب الفايل. زي ما احنا كنا قايلين ان احنا بنظبط فايل كده بينزل عليه كل الداتا بتاعت الفايل اللي انت بتشتغل عليه من البداية، هتلاقي فيه فايل كده للباك اب بينزل عندك. هنتكلم بقى عن حاجة مهمة جدا جدا، وهي دي السيشن كله هيبقى عليها، وهي ايه بقى؟ الاونلاين اوردر. الاونلاين ده مهم جدا جدا جدا، وانا واحده من الناس لسه تقريبا يعني ابتديت اهتم اصلا افهم الاونلاين قوي تقريبا من سنه او سنتين ماكسيموم يعني. انا ما كنتش بعرف استخدمه، ولما اخدت الاوردر ده في كورس الماكس، اول ما ابتديت ان انا اخد ماكس بصراحه يعني كنت واخداه زيه زي اي اوردر تاني. انا لما كنت باخد السيشن او الكورس ما تقليش او ما فهمتش ان الاوردر ده مهم قوي 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 في حاجات كتير، وهيفرق لك في حاجات كتير قوي. زي ايه؟ احنا كنا قلنا لو انا مثلا عندي بوكس، او خلينا نرسم بلان الاول. تمام. وبعدين عايز ارسم عليه بوكس، وبعد كده هنرسم بوكس تاني. وكنا عايزين مثلا قلنا انه بنفعل السناب. تمام. تمام، اتحط عندي اهوت على الطرف. طيب ده علشان اللاينز بتاعته مستوية. طيب انا لو عايزه احط مثلا سيركل مثلا، سفير. تمام. انا ما عنديش نقطة معينة اقدر امسك منها السفير دي واحطها على البوكس من فوق. طيب هنا السناب تول عندي سهلة في اني انا اقدر ان انا امسك الاوبجكت ده مثلا. ثواني، امسك الاوبجكت ده او امسكه كده واقوم رايح بيه هنا مثلا. سي مثلا هو تمام، همسكه من هنا واقوم حطاه هنا مثلا. اوكي، سهل ان امسك منه. هنا بقى السفير انا همسكها ازاي واحطها، فمش هتلاقي نفسك عارف تتعامل. هنا بقى الاونلاين جاي بيحل المشكلة الكبيرة دي، ان انا اقدر امسك الاوبجكت بتاعي واخلي مثلا السفير دي تبقى فوق. تمام، يبقى البوتم بتاعتها من تحت
في الابر بتاع البوكس من فوق بيبقى الاوبجكتس على بعضها بشكل مظبوط، تمام، الاسطح على بعضها، تمام. ما تلاقيش ان يبقى السفير داخله جوه الاوبجكت وانا كده كده برضو مش هبقى عارفه اظبطها بايدي، فيبقى عندي اوردر الالاين ده او امر الالاين ده مهم جدا 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 في حاجات كتير بقى واحنا شغالين. ان شاء الله فيما بعد هيبان اكتر.